تخيل معايا 10 لعيبة بيتمرنوا نفس البرنامج لفترة زمنية معينة. واحد فيهم هيتطور جدا، وواحد تاني هيتطور تطور بسيط مش كبير ولكنه هيتطور، والتالت ممكن ما نشوفش عليه أي تطور. عارف ليه؟ لأن في حاجة اسمها فروق فردية، وعد معايا بقى كام عامل مؤثر في الفروق دي. سنك بيفرق، مستواك البدني بيفرق، الذاكرة العضلية بتفرق، جيناتك بتفرق، استعدادك النفسي بيفرق، جهازك العصبي بيفرق، مدى تركيزك في التمرين بيفرق، مدى تركيزك انك تنفذ اللي انت اتعلمته في التدريب انك تنفذه في الماتش تحت الضغط بيفرق. عوامل كتير جدا بتخلي استجابة كل لاعب تفرق عن التاني، ولكن الإجابة المهمة جدا هي إيه المدة اللي لو أي بني آدم اتمرنها لازم مستواه هيبان عليه ولازم هيتطور. وده الموضوع اللي هنتكلم فيه الفيديو اللي جاي. فلو عايز تعرف المعلومة العظيمة اللي هنقولها إن شاء الله، اعمل سيف في الفيديو ده لأنك هتحتاج ترجع له، واعمل لي فولو علشان يوصلك باقي الكلام اللي هيخليك تفهم جسمك بطريقة عمرك ما عرفتها قبل كده، وتعرف يعني إيه برنامج وتدريب وتطوير في المستوى.